انا معايا، لو مش عارف ترسم سنو وايت هات ورقه وقلم والوانك ويلا بينا نرسمها مع بعض. عاملين ايه؟ النهارده هنكمل رحلتنا مع رسم الاميرات، والنهارده الدور على سنو وايت. وكانت اول واحده رسمناها مين شاطر يقولي في الكومنتات؟ روبانزل. فهتلاقوني حاطه لكم اللينك بتاعها في البايو عشان اللي ما شافهاش يشوفها على طول. النهارده هنرسم سنو وايت وقصتها. طبعا مين بقى ما يعرفش سنو وايت؟ اللي مش عارفها يكتبلي في برضو في الكومنتات. كل اللي عايزاه منكم انتوا بتيجوا ترسموا اي شكل انا بقوله لكم ترسموه. عايزاكم تمشوا معايا مع كل خط انا بعمله، ومشوا ورايا خطوه بخطوه. صدقوني هتعرفوا ترسموها. وكل مره زي ما بقولكم في كل فيديو ايه هو، دايما حاجه اللي بندرب عليها كتير ونعيد عليها كتير صدقوني هتبقوا شاطرين فيها جدا، وهتعرفوا ترسموها بكل سهوله بعد كده. اتدربوا كتير صدقوني هتبقوا في حته تانية تماما. والتدريب ده مش في الرسم بس، في الرياضة، في المذاكرة، في أي حاجة نفسك تحققها. طول ما انت بتسعى ليها ودايما بتتدرب عليها كتير صدقني هتوصل وهتنجح وهتبقى أحسن حد في كل الناس اللي حواليك. عشان ايه؟ اتدربت وذاكرت كتير. بس بقى فزي ما احنا مع بعض كده بنكمل رسمة سنو وايت، وده كوم الفستان بتاعها. يا ترى جاهزين نحكي قصة سنو وايت للي مش عارفها واحنا بنرسم وبنلون مع بعض؟ هل انتوا جاهزين؟ لو جاهزين قولولي. جاهزين؟ نبتدي القصة بتاعت سنو وايت. كان يا مكان كانت في ملكة عايشة في قصر، اتمنت انها تخلف بنوتة، ومواصفات سنو وايت اتحققت الأمنية دي وخلفت بنوتة جميلة جدا. بس للأسف هي ماتت يوم ما اتولدت. فجوزها اتجوز بعديها بسنة واحدة كانت جميلة جدا، فكانت دايما تبص في مرايتها وتقول يا مرايتي يا مرايتي مين أحلى واحدة؟ تقول انتي طبعا. فكل مرة كانت على كده. المهم سنو وايت كبرت شوية فكانت بتسأل في مرايتها برضو مرات باباها مين أجمل واحدة؟ قالت لها سنو وايت. فطبعا بقت غيرانة جدا وعايزة تموتها وما تبقاش موجودة في القصر، فقررت انها تقتلها. قررت انها اجرت حد من الصيادين يقتلها في الغابة. فخدها وهي كانت بنوتة جميلة صغننة وكانت جميلة جدا، خدها في الغابة وقرر انه يقتلها بالسكينة. فقعدت تترجى فيه وتعيط، فهي كانت جميلة جدا، فهو قلبه رق وما قدرش انه يقتلها، فسابها في الغابة. وقرر انه يصطاد غزالة وياخد قلبها ويديها لمين؟ للست الشريرة دي، وكده تفضل هي لوحدها. لما تسأل المراية بتاعتها تبقى هي بس الوحيدة اللي جميلة. المهم فضلت سنو وايت في الغابة لوحدها بتعيط وخايفة ان حيوانات مثلا مفترسة تاكلها او كده. ففضلت تجري 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 لغاية ما لقت كوخ كده صغير، فقررت انها تدخل تقعد فيه. بس اللي هي لاحظته ان كل حاجة فيه صغيرة، كل حاجة اطباق شوك كوبايات سراير كل حاجة صغننة فيه، هي ما تعرفش هي هتشوف ايه هناك. المهم لقت اكل كلت وشربت وعملت كل حاجة، وكانت تعبانة جدا انه كان يوم صعب قوي عليها فنامت. فالمهم ان كان صاحب البيت كانوا الاقزام السبعة. رجعوا بالليل فنوروا شمعة، فلقوا ان في حد كل من اكلهم وشرب من حاجتهم، ولقوا كمان في حد نام على سريرهم. فلما اول ما صحوها انبهروا بجمالها ويعني وقرروا انهم مش هيسيبوها او تخرج من البيت، بس اتفقوا معاها على اتفاق ان هي اللي تعمل الاكل وتظبط لهم كل حاجه، ولما يرجعوا من الشغل ياكلوا مع بعض. وهما كانوا اصلا شغالين في اللي بيكتشفوا الاحجار الكريمه والمجوهرات. الراجل الصياد رجع للست الشريره وداها القلب، فافتكرت كده ان هي خلاص هتفضل هي الجميله بس. فراحت تسأل مرايتها، بتقول لها بعد فترة مين أجمل واحدة؟ قالت لها برضو سنو وايت، وعرفت إنها عايشة في الكوخ بتاع الأقزام السبعة. فقررت إنها تتخفى في ست عجوزة ومعاها تفاحة وتحط فيها سم عشان تتخلص من سنو وايت. مع إن الأقزام السبعة كانوا محذرين سنو وايت إنها ما تفتحش لأي حد وما تاخدش من حد أي حاجة.
المهم خبطت على سنو وايت في الكوخ وقعدت تقول لها هل عايزة تفاح جميل. قالت لها ما اقدرش افتح عشان صحاب البيت قالوا لي ما افتحش لاي حد. قالت لها علشان انتي بنت مهذبة وجميلة وما بتفتحيش، انا هديكي احلى تفاحة معايا. وهي التفاحة دي هي اللي جايبها لها اللي فيها السم. وقبل ما نكمل قصة سنو وايت، ما تنسوش تبعتوا الحلقة لأكبر عدد من صحابكم علشان يشوفوا الحلقة ويتعلموا ازاي يرسموا سنو وايت، وفي نفس الوقت يعرفوا قصة سنو وايت لو هما مش عارفينها. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وشير لأكبر عدد من صحابكم. شوية وارجع لكم تاني ونحكي بقية قصة سنو وايت. وطبعا انتوا عارفين ان انا بعد ما برسم لازم احدد بعد ما برسم عشان الخطوط تبقى واضحة وتبقى الحاجة كأنها تخرج من الورقة 3D، وكمان عشان تبقوا شايفين خطوط اكتر واضحة ليكم، وكمان واحنا بنلون تبقوا فاهمين انا بلون فين وبعمل ايه بالظبط. فاسيبكم كده وانتوا بتحددوا، ركزوا قوي وانتوا بتحددوا الرسمة. بعد ما حددنا ايه الالوان اللي احنا هنحتاجها النهارده، هنحتاج اصفر واحمر، وهنحتاج لبني، ودرجه من درجات الازرقات الفاتحه، وهنحتاج درجه من درجات البيجات عشان البوكس بتاع التفاحه، والاخضر طبعا علشان التفاحه.
بس كده. نرجع بقى تاني لقصة سنو وايت. اخر حاجة احنا وقفنا عندها وهي ان هي خدت التفاحة وكلت منها 3 أطماط وقعت في الأرض. بعد كده أول ما شافت كده الست الشريرة جريت بسرعة، ولكن وهي بتجري جو فجأة بقى فيه مطر وعواصف، وهي بتجري خبطت في صخرة فاتكعبلت فوقعت، فحاولت تصرخ ان حد ينقذها ولكن محدش سمعها، وماتت في كل هدوء من غير ما حد يحس بيها. الأقزام السبعة قلقوا قوي على سنو وايت عشان بسبب الجو، فقرروا انه يسيبوا الشغل ويرجعوا يطمنوا عليها، ولكن رجعوا لقوها وقع في الأرض. حاولوا يصحوها، حاولوا كل المحاولات ولكن كل المحاولات بقت بالفشل. فحطوها في تابوت شفاف إزاز وملوه بالورد وحطوه في الغابة، وكان كل يوم يعدوا عليها يغيروا الورد على أمل إنها يمكن تصحى. ولكن في يوم هما جايين يزوروها لقوا حد واقف عند التابوت بتاعها وهو أمير وشكله جميل جدا، فسألوه قالوا انت ليه بتقف هنا؟ قال لهم جمالها شدني اني اشوفها وخلاني اقعد جنبها. فقرر ان هو ياخدها علشان في القصر يعالجوها وبس كده. وعاشت وعرفوا يعالجوها وعاشت سنو وايت واتجوزت الأمير وخلصت قصتنا. ويا رب تكون قصة سنو وايت عجبتكم، وأسيبكم تكملوا تلوين لسنو وايت. وانا بلون دلوقتي جه سؤال كده في بالي بيقول لي اسالكم، لو انتوا اتيحت لكم الفرصه انكم تكونوا اميرات، يا ترى هتختاروا انهي اميره؟ فعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات نفسكم تكونوا اميرات زي مين في الكرتون. استنى كومنتاتكم، ويا رب تكون الحلقه عجباكم وانتوا بترسموا سنو وايت وعجبتكم الحكايه وانا بحكيها. هفضل افكركم كل حلقه متنسوش تعملوا شير للحلقه عشان توصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا ويعرفوا يتعلموا.
يرسموا زي الأميرات، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو. يا رب تكون الحدوتة النهاردة عجبتكم، وأشوفكم مع أميرة جديدة وحكاية جديدة. وقولولي في الكومنتات عجبتكم طريقتي في الحكاية ولا لأ، واكتبولي برضو في الكومنتات نفسكم ترسموا أميرة مين تاني. باي باي.